احد المساهمين بالصلح. الحمد لله. اي او بالترقى. منطقة ضافت لك ضفت لها؟ والله منطقة الأفضلية الصراحة أحسها مجروحة أستاذ يزن. من أي ناحية؟ من أي ناحية؟ اليوم مو بهذا، المفروض منطقة الأفضلية مو بهذا الوجه. اليوم المفروض ينتعب عليها أكثر، تنخدم أكثر. لين أستاذ يزن والله منطقة الأفضلية بيها شيوخ، وجهاء منطقة، شعراء، روادين، فنانين، لاعبين كرة قدم. يعني ايش تحتاج موجودة بالأفضلية. الحمد لله. الحمد لله. دوم إن شاء الله يا رب تكون أفضل ناطق فيه. الله يحفظك الله يحفظك. مع أم ضد كثرة الأصدقاء بالحياة؟ أو أنتم بصورة عامة، أنتم يعني كثرة أصدقاء عندكم عندكم عدد معين إنه خلاص هذول أكمل معهم حياتي؟ والله أستاذ يزن راح أجاوبك وأنا صاحب تجربة. زين. بدايتي كانت كثرة الأصدقاء. زين. ولكن أنا اليوم ضد كثرة الأصدقاء. أستاذ يزن مثل عندنا أمثال، شلون يقولون 7 صنايع والبخر ضايع. فهاي قضية كثرة الأصدقاء يعني أنهيها لك بهذا يعني مع عدد معين. عدد معين أفضل. تعرف وين سرك وقع، تعرف إلك سند هذا الشخص. الحمد لله. ما بيها فائدة.